المشاهدون الأكارم سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. افتتاح منتدى القمة الإفريقية الروسية. فخامة الرئيس أفورقي يلتقي مساعد الرئيس فلاديمير بوتين. اجتماع لخدمة صحية مستدامة في إقليم عنسبة. رئيس أركان الجيوش في النيجر يعلن تأييد إعلان الانقلابيين. وزير الدفاع الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية ويسلمه رسالة من بوتين. وانخفاض غير مسبوق لعدد سكان اليابان في 2022. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. افتتح في مدينة سان بطرسبرغ الروسية ظهر اليوم منتدى القمة الثانية لرؤساء أفريقيا ورؤساء الذي يشارك فيه الرئيس السياس أفورقي. يشارك في منتدى القمة ممثلين عن 49 دولة، بينهم 17 رئيس دولة و4 رؤساء حكومات، بالإضافة إلى منظمات واتحادات. وألقى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين كلمة في افتتاح المنتدى حول أهمية علاقات متينة وشراكات وتعاون بين روسيا والدول الأفريقية ومجالات تأمين الغذاء والشؤون المالية والتجارية. يستمر منتدى القمة الإفريقية الروسية الثاني حتى يوم غد 28 من يوليو. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الأول لقمة إفريقيا روسيا قد انعقد يومي 23 و24 من أكتوبر 2019 في سوتشي الروسية. يذكر بأن الرئيس فلاديمير بوتين قدم دعوة رسمية للرئيس سياس أفورقي للمشاركة في منتدى قمة إفريقيا وروسيا خلال زيارة الرئيس سياس أفورقي إلى روسيا من 30 من مايو وحتى 3 من يونيو. التقى فخامة الرئيس سياس أفورقي مساء يوم أمس 26 من يوليو مساعد رئيس روسيا الاتحادية السيد إيغور ليفيتين. وناقش اللقاء تطور العلاقات الإريترية الروسية وآفاقها المستقبلية، بالإضافة إلى الموارد الروسية الغنية التي تفيد الدول الإفريقية مع وجود مشاكل في المرافق لتصديرها ومساهمة إريتريا في هذا الصدد. واتفقا على أن استمرار الحوار عبر وزارات الخارجية لبحث إمكانيات تنفيذ ذلك. حضر اللقاء وزير الخارجية عثمان صالح وسفير إريتريا لدى روسيا الاتحادية سيد بيطروس أغاين. وصل فخامة الرئيس سياس أفورقي إلى سان بطرسبرغ بعد ظهر أمس بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين لحضور القمة الإفريقية الروسية الثانية. تعقد القمة الإفريقية الروسية الثانية اليوم وغدا تحت الشعار من أجل السلام والأمن والتنمية. عقد في مدينة كرن يومي 20 و21 من يوليو اجتماع بتعاون إدارة الإقليم ووزارات الزراعة والصحة والأراضي والمياه والبيئة بحث سبل تأمين صحة الحيوان والنبات والبيئة لضمان صحة المجتمع. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية العقيد تسفاسيون جرماي أن تأمين الصحة بالسيطرة على الأمراض المعدية من الحيوان إلى الإنسان وكذلك الحوادث وتلوث البيئة يحتاج إلى الجهود المنسقة لجميع الجهات. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة الدكتور هينوك صحية أن الأمراض الوبائية التي يشهدها العالم ومقاومة الأدوية والاحتباس الحراري الذي أدى للتغير المناخي من التحديات الكبيرة ويجب تضافر الجهود لمواجهتها. وذكر إعداد خطة خمسية على مستوى البلاد من عام 2022 وحتى 2026 لجعل ذلك واقعا ملموسا، ويهدف هذا النقاش للمكافحة أولا، وثانيا الاستجابة السريعة في حال ظهور الأوبئة، وثالثا إيجاد وسيلة عدم الحدوث مرة أخرى.
وقدم في الاجتماع توضيح من الخبراء حول القوانين الصحية العامة عالميا والمتابعة المنسقة للأمراض الوبائية ووقاية الحيوان والنبات وإدارة البيئة وخطط أنشطة الضمان الصحة. وأوصى الاجتماع لتوعية المجتمع بنظافة البيئة والسيطرة على الأغذية المعلبة والأدوية التي تدخل البلاد بطريقة غير قانونية والحد من الإهمال في استخدام الدواء للإنسان والحيوان والنبات. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد هيلة ولد برهان إن الاستخدام السيء للموارد يتسبب بأضرار جسيمة على صحة البيئة وخاصة الإنسان. أجريت عمليات جراحية زرقاء العيون ناجحة ل 135 مواطنا من جميع دارات الضواحي في مستشفى صنعاء خلال الفترة من 13 إلى 21 من يوليو. أوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتورة تخلتي حاجوس بأن أطباء العيون قاموا من العام الماضي بالتجول في جميع دارات الضواحي وإجراء الفحوصات الطبية لأكثر من 2500 مواطن يعانون من مصاعب في العين، وأجريت العمليات الجراحية ل 135 منهم لإزالة زرقة العين. وقال إن إعتام عدسة العين يصيب بشكل أكبر لكبار السن، داعيا المواطنين الإسراع في القدوم إلى المستشفى لوجود تجهيزات في المهنيين الصحيين والمعدات الطبية. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية صنعاء السيد أسير الأزار إن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل زرقة العين كانوا يضطرون الذهاب إلى مستشفيات أسمرة وعدغيح، وحلت هذه الإشكالية بتوفير الخدمات لهم عن قرب. وأضاف أن أمراض العيون شائعة في المديرية ويجب إجراء مسوحات مستمرة لتحديد السبب وخلق الفرص للعمليات الجراحية المستمرة. وشكر المواطنون الذين خضعوا للجراحة على تلقيهم الخدمات اللازمة دون مغادرة مناطقهم، مؤكدين على اتباع التعليمات التي قدمها لهم الأطباء. عقدت الشرطة سيمينارا في مديرية نعفة لزيادة الوعي العام بالقانون والممارسات الضارة. وأوضح قائد مركز الشرطة مديرية نعفة الملازم تخلى هيلي أهمية أنشطة الشرطة المجتمعية وأضرار زواج القاصرات والختان وعواقبه، وحث المجتمع على العمل الجاد لتعذيب المنتهكين عن قصد أو غير قصد والذين يلحقون الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ويزعزعون السلام والاستقرار أمام القانون. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة راية عثمان أن برامج التوعية التي تركز على القضاء على الممارسات الضارة كانت فعالة، ويجب مواصلة المهام المنسقة حتى القضاء تماما على الظواهر التي تضاعف نمو وتطور المرأة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا. ودعا المدير التنفيذي لإدارة مديرية نعفة السيد محمد علي الشارع لتعزيز التعاون مع الشرطة لتنفيذ مهامها على أكمل وجه. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرثية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة في النيجر تأييد إعلان العسكريين الانقلابيين وضع حد لنظام الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي. وقال بيان وقعه رئيس الأركان الجنرال عبد الصديق عيسى إن القيادة العسكرية للقوات المسلحة في النيجر قررت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن من أجل تجنب مواجهة دامية بين القوى المختلفة. من جهته رفض رئيس النيجر محمد بازوم الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي ووزير خارجيته حسومي مسعود الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكد في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد. وأعلن عسكريون أنهم أطاحوا نظام الرئيس النيجر محمد بازوم في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي باسم المجلس الوطني لحماية الوطن.
وطالب عدد من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسي وسط العاصمة بالإفراج الفوري عن بازوم ورد الحرس الرئاسي بإطلاق الرصاص في الهواء بعد محاولة عدد من المتظاهرين الاقتراب من أسوار القصر. التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في بيونغ يانغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الذي سلمه رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين. وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية فقد أجرى كيم محادثة ودية مع شويغو الذي سلمه رسالة موقعة من الرئيس بوتين. وإضافة إلى زيارة وفد صيني رفيع، وصل الوفد الروسي بيونغ يانغ وهما أول زائرين أجنبيين معروفين يزوران كوريا الشمالية منذ إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا عام 2020 وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن كيم وشويغو استذكرا بتأثر عميق تاريخ الصداقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا. شهدت اليابان انخفاضا قياسيا في عدد سكانها عام 2022 بحسب بيانات حكومية صدرت في وقت تكثف الحكومة اليابانية التدابير في مسعى لزيادة معدل المواليد المنخفض للغاية. وأشارت الوزارة إلى أن التراجع الذي بلغ 0.65% هو الأعلى منذ عام 1968 عندما تم توفير الإحصاءات القابلة للمقارنة، وللمرة الأولى سجلت جميع مقاطعات البلاد وعددها 47 انخفاضا في عدد سكانها. وتشهد الدول الصناعية عدة انخفاضا في معدلات المواليد، لكن هذا الاتجاه واضح بشكل خاص في الأرخبيل اليابانية، حيث لا يكف عدد السكان عن الانخفاض منذ 14 سنة متتالية. كما تزامن الارتفاع الحاد مع تخفيف قيود السفر إلى اليابان للحد من انتشار كوفيد-19 العام الماضي. وتفرض اليابان قواعد هجرة صارمة نسبيا، لكن الحكومة تعمل على تخفيفها تدريجيا لمواجهة الافتقار إلى اليد العاملة. الخبر الأخير في هذه النشرة: ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار الدوكسوري إلى 6 قتلى وفقا لأرقام رسمية نشرت، في حين تتجه العاصفة الآن نحو جنوب شرق الصين لكن بقوة أقل. كما ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة جزر بابويان ذات الكثافة السكانية الضئيلة والمقاطعات الشمالية، مما تسبب في حدوث فيضانات وانزلاقات للتربة. صنف دكسوري على أنه إعصار فائق القوة أثناء عبوره المحيط الهادي، لكن قوته تراجعت مع اقترابه من الفلبين، ويتوقع أن تضعف العاصفة أكثر مع عبورها بحر الصين الجنوبي قبل أن تصل إلى اليابسة في جنوب شرق الصين. هذا وأسفر إعصار دكسوري الذي ضرب شمال الفلبين عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإجلاء أكثر من 16,000 شخص وفقا للوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث. وتسبب الإعصار بهطول أمطار غزيرة في المقاطعات الوسطى والشمالية بما في ذلك العاصمة مانيلا. وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني بأن سرعة الرياح بلغت 240 كيلومترا في الساعة. ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. افتتاح منتدى القمة الإفريقية الروسية. فخامة الرئيس أفورقي يلتقي مساعد الرئيس فلاديمير بوتين. اجتماع لخدمات صحية مستدامة في إقليم عنسبة.
رئيس أركان الجيوش في النيجر يعلن تأييد إعلان الانقلابيين. وزير الدفاع الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية ويسلمه رسالة من بوتين. وانخفاض غير مسبوق لعدد سكان اليابان في 2022. سادتي سيداتي، انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.